الدولمة مو أكلة عراقية، بس إحنا أكثر ناس عرفنا نطبخها لذلك انشهرت باسم. اليوم راح أطبخها بطريقة بيوتنا العراقية البسيطة كلش وبدون أي تعقيد. بنات هاي طريقة دولمة سهلة ودائما تطلع ناجحة، سويتها لعيونكم. الخضار نغسلها وبعدها نحفرها، والحشوة مال البطن كلها أسرمهن بالمحضرة ثرم خشن، بس الكرفس بإيدي على مود المي مالته ليطلع. كوبين تمن مغسولات بس ما منقعات، كوب كرفس وكوبين خضار مسرومة. نضيف حاشوقة معجون وحاشوقة دبس الرمان، ملح وفلفل وليمون دوزي وحاشوقتين زيت. ورقة الكرفس إذا كانت واقفة وتتكسر خلوها شوية بمي حار راح تموع. طريقتنا بالبيت نسوي الحشوة نباتية ونخلي اللحم بقاع القدر، هيك الدهن يتوزع أفضل. واللي عندنا بالبيت يريدون هبر لحم ما يريدون مسروم. من عاداتنا نلف الدولمة قبل يوم ونخليها بالثلاجة، ثاني يوم نهدرها، النكهات كلها راح تتضاعف وتصير على